السلام عليكم أيها المشاهدين الكرام عبر قناة كرة مع الدحموني. والدحموني دائما كيتكلم معكم بافتخار واعتزاز، لأن الدحموني عنده واحد الغيرة على بلادو وعنده واحد الروح الوطنية. لأننا أنا بعدا ملي كنشوف بعض المسيرين ولا اللاعبين ولا الإداريين ولا الحكام كنشوفهم كيأديو بلاء الحسن، إلا باش كيكون عندي واحد الفخر وواحد الاعتزاز ديال التعادل. وخرجنا الأشواط الإضافية وانتصرنا على الفريق الجزائري ب3 الأهداف لواحد. ولهذا إلا باش نفتخروا بالأطور ديالنا. وشفنا عاوتاني جمال السلامي المنتخب الوطني المحلي اللي تنظم في المغرب، واللي هو أدى بلاء الحسن ودا اللقب وبقى في المغرب. وشفنا دابا السي عموته اللي هو عاوتاني هو اللي شاد الإدارة التقنية ديال المنتخب الوطني للمحليين، واللي هو لعب بعض المقابلات حبية ولعب مع المنتخب المالي، واللي هو عرف نقطة القوة ونقطة الضعف ديالو، وهو وجهه في الإقصائيات ديال كأس الإفريقية ولعب معاه في النهائيات. إلا باش نفتخروا لهذا الإطار هذا. لجينا نشوفوا عاوتاني المسيرين، كنشوفوا باموس وكنشوفوا حسني بسليمان اللي تمتعنا مع هاد الإطارين، واللي كانت الكرة المغربية في الأيام العز ديالها. ودابا عاوتاني فوزي القجع اللي هو توا إطار كفء وتوا إطار مسير في مستوى العالي. وهاد الأيامات فاش ترأس على رئيس الجامعة ديال كرة القدم، لأن شفنا إلا واحد النهضة كبيرة ديال الكرة المغربية. وكنشوفوا الجيران ديالنا اللي ولاو كتجيهم الغيرة مننا بهذا الإطار هذا، واللي هي حرزنا على كأس إفريقيا عامين متتاليتان مع السمامي مع السلامي، ودابا مع السي عموته. ولينا كنشوفوا الفروق ديالنا اللي هما كيأديو بلاء الحسن على الصعيد الإفريقي، ولينا كنديو الألقاب، ولينا كنلعبوا أدوار طلائعية على الصعيد الإفريقي. دائما كنلعبوا في المربع الذهبي. ولينا كنشوفوا حنا السباقين لأي أجهزة أوتوماتيكية كالفار كبرمجة تقنية. وشفنا كنملكوا ملاعب اللي هي في المستوى العالي، وكنملكوا الجمهور اللي هو في المستوى العالي. ولهذا إلا باش نفتخروا بالأطور ديالنا. أما المقابلة اللي هاد الكأس الإفريقية المحليين اللي تجرى في الكاميرون، واللي هو يا المنتخب المغربي بدا ببطء كما بدا الزكي في 2004. ولكن هاد المقابلات الأخيرتين اللي هو انتصر فيها بالنتيجة والأداء، واللي هو إلا باش نفتخروا بهذا الفريق. لأن انتصرنا على أوغندا ب5-2، انتصرنا على زامبيا ب3، انتصرنا على الكاميرون ب4، انتصرنا على مالي ب2، والمقابلة الأولى اللي انتصرنا على الطوغو ب1-0. ويمكن واقيلا 13 أهداف اللي سجلوا في هذه الدورة هذه، واللي هو مفخرة لنا ومفخرة للشعب المغربي والكرة المحلية المغربية. ولينا كنشوفوا المغرب الافارقه ولا العرب ولا كلهم كيهتفوا بالرياضه المغربيه. ولينا مصنفين من الاوائل ديال على الصعيد العربي وعلى الصعيد الافريقي. ولهذا الا باش نفتخروا بهذا الاطور ديالنا. وتفرجنا في المقابله ديال مالي، لان شفنا السيطره اللي كانت ديال مالي، والمنتخب المغربي عرف كيفاش يسير المقابله مع هذا المنتخب، لان منتخب كيملك لاعبين في المستوى العالي، والمنتخب اللي هو هجم على المنتخب المغربي وهجم بقوه. ولكن الا باش نهزوا القبعه للحارس المرمى سي زنيتي والمدافعين ديالنا اللي كانوا تبارك الله عليهم
اللي ادوا بلاء الحسن، وجرى معاه المنتخب المغربي في البريمير ميطون اللي كان الحظ والحضار، وكان المغرب كان المنتخب المغربي كيخلق واحد فرص، وفرص اللي كانت كتنكسر في اما الميليو تيران واما في، لان المنتخب المغربي وصل في البريمير ميطون المربع العمليات ديال مالي قليل. ولهذا السي عموته في الدوزيام ميطون اللي هو يا عرف نقطة القوة وعرف نقطة ديال الضعف ديال الخصم ديالو، واللي هو يا ما يمكن له باش ينتصر على هذا الفريق الا بالضربة الثابتة، واللي هو اشتغل عليها السي عموته، واللي عطاه التعليمات ديالو للاعبين ديالو اللي تبارك الله عليهم اللي هما ادى بلاء الحسن. جات الضربة الثابتة الأولى اللي كان ماركاها المدافع ديالنا السمية ديالو ما ماركاها بالراس، وجا عاوتاني الهدف الثاني عاودي ضربة ثابتة ديال السي النمساوي اللي هو يا طلع طلع الكعبي وماركاها، وانتصرنا ب2-0، واللي هو يا دينا اللقب. وهذا اللقب الا باش نفتخروا به ونفتخروا باللاعبين ديالنا ونفتخروا بالاداره التقنيه ديالنا ونفتخروا بالمدرب ديالنا ونفتخروا برئيس الجامعه ديالنا، وهذه مفخره لنا ومفخره للشعب المغربي. وكان فيليسيتي اللعابه ديالنا، وكنقول لهم شرفتونا وشرفتوا بلادنا وتبارك الله عليكم وجبتوا لنا الكاس من القلب الكاميرون. واخا تغلبتوا تبارك الله عليكم المشكل ديال كورونا والمشاكل ديال السفر والمشاكل ديال الطقس، وكنشكروا رئيس الجامعه كرة القدم اللي هو يا دعم المنتخب المغربي، واللي هو يا ما خلاهش كيحس براسو بانه لاعب في بلاده، واللي تبعهم الجمهور المغربي، واللي كانوا واحد اللي تبارك الله عليه لان قاموا بجميع المستويات. وكان فيليسيتي المره الثانيه للمنتخب المغربي، وكنقول له فيليسيتاسيون البطوله الوطنيه ديالنا ولا خوف على الرياضه ديالنا، وحنا ان شاء الله دائما غادي نبقاو في الطريق الصحيح، وحنا وراكم ان شاء الله. لا الجمهور ولا الشعب ولا ملكنا محمد السادس الله ينصرو لينا والله يخلي لنا بركه. وكنشكروا الاداره التقنيه ديال هذا المنتخب، وكنشكروا المسيرين المغاربه، وشكرا ايها الجمهور العزيز.